السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا هنعمله برام رز. بصوا الجمال، بصوا شكله جميل ازاي. يلا بينا نقول المقادير والخامات اللي هنستعملوها في البرام. يلا اتفضلوا معايا. بقى هعمل لكم برام رز ان شاء الله، رز معمر. طبعا انا سلقه اللحمه حبايبي. المكونات بتاعه رز، سمنه، لبن، سكر، شعرة فلفل اسود، وعلبه زبادي. دي التكه بتاعتها. هنعمل دلوقتي ايه حبايبي؟ انا غاسله الرز وسلقه اللحمه ومقطعاها مكعبات صغيره، وادي البرام لسه مطلعاه من الفرن. كنت عطشانه كده. بص يا حبايبي هعمل ايه. هحط حته سمنه في البرام كده، اغلف بيها البرام كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. واحط اللحمه، اللحمه اللي مقطعاها، واحط بقى ايه، احط حبايبي برام، احط الرز بتاعي. الجرام ده بياخد كيلو رز، وانا عامله فعلا كيلو رز. شايفين كده حبايبي. احط بقى ايه، طبعا معروف ان كيلو الرز 5 كوبايات، فانا متعوده معاكم كوبايه السكر، كوبايه الرز عليها معلقه ملح. ادي 1 2 3 4 5. دي كده ايه، ادي الملح بتاعي. وهحط كده كمان معلقه سكر، لازم باكت السكر اهي. واحط شعرة فلفل اسود بيخلي جرام الرز حلو قوي كده حبايبي. واحط بقى ايه كده كل حاجه اهي مع بعضيها، كله مع بعض زي ما انتم شايفين كده. طريقه سهله وبسيطه وحلوه جدا جدا جدا. معايا بقى ايه، علبه زبادي. اشيل ده على جنب كده. كيلو اللبن اهو بقشطته بحاله بماله، هحط فيه علبه الزبادي. ابص القشطه قد ايه يا حبايبي. وهحط علبه الزبادي. هحط بقى كيلو اللبن اهو، اللبن اهو بالقشطه بتاعته. كيلو رز باللحمه، الكميه اللي انت عايزه تحطيها، بالقشطه، بعلبه الزبادي. ماشي حبايبي. ملح، فلفل اسود، ومعلقه سكر. ماشي. عايزه بس انا اغطي بس اللحمه تبقى من جوه، وهحطه في الفرن البوتاجاز ياخد وش الاول، وبعدين اغطيه ويستوي ايه براحته. ولما يطلع من الفرن ان شاء الله هوريها لكم حبايبي. في سمنه بحطها، بس بحطها لما بيستوي، ما بحطش سمنه تاني دلوقتي. ماشي حبايبي. حبايبي البرام الرز طالع من الفرن اهو، والوش جميل ومفرفر وجميل وبالهنا والشفا. ما تنسونيش يا حبايبي بكومنت حلو منكم، واللي ما دخلش القناه يخش يلا يشترك في القناه عشان يوصل له كل جديد. لايكات وتعليقات حلوه منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.